السلام عليكم. النهارده معانا جهاز اكس تاتش اكس 4. الجهاز ده طبعا ليه فتره الناس كتيره بتتكلم عنه. احنا معانا النهارده الجهاز باللون الاسود. ده الديزاين بتاع العلبه. طبعا دي الامكانيات اللي مكتوبه على العلبه من الخلف. شاشه 5 بوصه، 13 ميجا الكاميرا الخلفيه والكاميرا الاماميه 5 ميجا، وهنشوف مع بعض كل حاجه. طبعا كواد كور بروسيسور 1.3 جيجا هرتز، رام 1 جيجا، 16 جيجا روم، بطارية 2300 ملي أمبير. وطبعا بيدعم تشغيل خطين، واحد مايكرو والتاني ميني سم عادي. طبعا عليه طبقة حماية تراكن تيريال. نظام صوتي يعني اكسترا. طبعا أول ما تفتح العلبة نرفع الموبايل، نخليه بس على جنب هنا شوية. طبعا بيجي معاه جريب شكله ده. جوه الجريب هنلاقي الورق اللي هو الكتيبات، الضمان. دي كتاب تشغيل، ده الضمان. طبعا الجراب ده مش اللي هو بتحط الموبايل فيه، لا، ده اللي هو بتحوش الجزء اللي بيلمع ده. ده لازق وتلزق الموبايل فيه. اظن ان في ناس كتير مش هيعجبها الحركه دي، لان لو الجراب اتقلع بيسيب اثر في الموبايل نفسه، فمش مستحبه. انا عن نفسي ما بحبش النوع ده من الجرابات. طبعا الشاحن، الاوتبوت بتاع الشاحن 1 امبير. تمام، ده شكل الشاحن. طبعا هتعوز تجيب له ادوبتر عشان الشكل ده ما بيشتغلش هنا. العلبة الصغيرة دي فيها الكيبل يو اس بي تو مايكرو يو اس بي. فيها علبة تانية صغيرة من جوه بيكون موجود فيها الهاند فري. طبعا هاند فري عادي مش ايربادز. وهنا البطارية اللي بقوة 2300 ملي امبير. طبعا ده شكل الجهاز. الزرار الفوليوم لوكرز طبعا معدن واطار معدني خفيف. هنا السماعات محطوطة في المكان ده يعني، او الديزاين ده يعني حلو في حاجة، عشان لما تحط الموبايل على الترابيزة او على الارض او اي سطح مستوي الصوت بيطلع من غير اي كات. فكرة حلوة طبعا. وهنا المايك بتاع المكالمات. من هنا من قدام الكاميرا هنحوش مع بعض الكيس ده. من هنا الكاميرا، السماعة الخاصة بالمكالمات، السنسور. من تحت زراير الباك، الهوم، القايمة. طبعا الزراير غير مضيئة. شاشة 5 انش زي 1080 في 720. طبعا السمك بتاع الموبايل 9 مللي و2 من 10. من فوق هنا في فتحة السماعات، مدخل السماعات بقياس 3.5 مليمتر. وهنا المايكرو اس بي. طبعا ده الظهر. هنحوش الورق مع بعض. زي ما قلنا طبقة الحماية دراجون تيريال دي جميلة تمام وبتحمي الجهاز، بس ما اظنش ان هي تحميه بشكل قوي يعني، اكيد هتخربش او اي حاجة زي ما شفنا فيها اجهزة كتير بتتخربش. وطبعا عيبها في اللون الاسود ان هي بتعمل بصمات، بس عادي يعني من دلوقتي. لما دي طبعا الكاميرا زي ما قلنا بدقة 13 ميجا بكسل وفلاش ال اي دي. الفلاش طبعا الاضاءة بتاعته خفيفة وهنشوف. كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل زي ما قلنا. نفتح الجهاز. الكفر طبعا يعني تقيل، بس يستحسن وانت تعامله بالراحة، لان المسكات بتاعته دي خفيفة وممكن تتكسر بسرعة. مدخل هنا الشرائح، هنا تاكرو سيم وهنا ميني سيم. الخط عادي زي ما هو بحجمه كله. هنا كارت الميموري طبعا لحد ممكن تحط كارت الميموري لحد 32 جيجا. هنفتح الجهاز مع بعض.
طبعا انا شغلته قبل كده. على فكرة الجهاز خفيف جدا، يعني وزنه 132 جرام بس، سميك نسبيا يعني. بس يعني هو حلو في معظم الأحيان. يعني احنا بنتكلم عن موبايل فيها سعرية قليلة 700 جنيه، فمش هنستنى منه حاجة أكتر من كده. طبعا هو فتح عشان أنا مشغله قبل كده. هنجرب كل حاجة مع بعض. طبعا دي النوتيفيكيشن بور، يعني الكاميرا طبعا اللي بدقة 13 ميجا بكسل، بس لما جربناها ما كانتش بدقة 13 ميجا الفعلية. هنستخدمها في التصوير، لكن هي كاميرا في الفئة السعرية دي مقبولة تمام. وهنجرب برضو الكاميرا الأمامية. طبعا الجهاز سريع. انا كنت فاتح حاجات كتيرة جدا طبعا، بس اكيد اتقفلت لما قفلناه. الجهاز اول ما بتفتح اول مرة بيبقى عليه الفيسبوك وشوية تطبيقات اللي تبع جوجل، الجيميل واليوتيوب وشوية حاجات كتار، وطبعا الكريم ماستر جاي فيه، ولعبة كده بتاع الديناصور. طبعا احنا شفنا الكاميرا، هنجرب صوت ونشوف نقاء الصوت بتاعه. ده طبعا فيديو، مش عارف هيبان في الكاميرا ولا لا. طبعا دي اقصى درجة صوت. قدم الفيديو. طبعا هنبقى نعمل له في فيديو تاني مقارنة بينه وبين أجهزة في الفئة السعرية دي، ونشوف فعلا طبعا دي الإعدادات: أندرويد كيت 4.4.2، كيت 4.4.2. ده كان انبوكسنج وريفيو سريع على جهاز اكس تاتش اكس 4، واتمنى من كل اللي يشوف الفيديو يعمل سبسكرايب للقناة، وشكرا على متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.